النادي الاسماعيلي. برافو احمد عبد العال لاعب خط الوسط لفريق نادي الرجاء. ادي كرة ركنيه، كرة عرضيه، ولكن يطلع الحارس محمد فتحي. هوبا يا سلام، سلم الشبكه بتتكلم. وهدف لفريق النادي الاسماعيلي، هدف اول للاسماعيلي اعزائي المشاهدين. يتقدم الاسماعيلي بهدف اول لهم في هذا اللقاء بعد 4 دقائق من بدايه اللقاء، وهدف من خلال محمد مجدي خطاب البديل ورقه دفع بها طارق يحيى اللي امامنا على الشاشه. محمد مجدي خطاب علشان يتقدم للنادي الاسماعيلي بهدف اول لهم في هذا اللقاء، لتصبح النتيجه 1 الاسماعيلي لا شيء نادي الرجاء هنا في استاد برج العرب الفرعي بالاسكندريه. اكيد بنشوفها مع بعض مره تاني. الكره اللي فاتت لفريق الاسماعيلي، بص شوف محمد فتحي تقع منه الكره، يصطاد على طول. الخطا صائد الاخطاء محمد مجدي خطاب صانع الفارق، صانع الفرحة للنادي الاسماعيلي ليحرز هدف اول للنادي الاسماعيلي. اليسار ومحاولة لفريق نادي الرجاء، تمريرة الى علي العربي، وادي كرة عرضية ومحاولة قريبة. هدف للرجاء من نيران الصديقة، هدف لنادي الرجاء اعزائي المشاهدين ليدرك التعادل الرجاء. هدف لنادي الرجاء بعد 24 دقيقة من بداية الشوط الثاني لهذا اللقاء. التعادل للرجاء، كرة عرضية من علي العربي، وهدف التعادل لفريق نادي الرجاء. هنشوفها اكيد مع بعض مرة تاني. تصبح النتيجة 1-1 فريق نادي الرجاء والاسماعيلي. واعضاء مجلس ادارة الرجاء فرحانين قوي، بكار العروي واعضاء مجلس الادارة ورئيس النادي سعد ابو صندوق. وبص شوف الهدف التعادل لفريق نادي الرجاء 1-1 اعزائي المشاهدين.